بس انا بحاول احارب السوشيال انكزايتي بتاعتي وان انا اصور لكم في وسط البازار زي ده 350 زارا. عامه دي بتبقى حاجات بجد زارا. هنا محل كل حاجه فيه اتش ال بيرقده، يعني خد 3 وادفع واحده. هنزل لاصحابي عند الجامعه اخدهم ونروح على اورتاكوي. الحاجات كلها بتاعت شي ان والحاجات دي. بص فاينالي فادي كاري مسد. ايه ده؟ حاجه في اسطنبول موضوع الفابور ده، ان احنا بنركب فابور طول ما احنا رايحين وجايين عادي. انا جبت بيرسينج. الجو حرفيا جهنم، بنهار. انا جيت جايز. النهارده الاربعاء واحنا رايحين البازار نجيب لماما حاجات قبل ما نروح ونخلص مشاورنا ونجيب الحاجات اللي احنا عايزينها. فبسرعه كده خليكم تشوفوا اسعار الباذنجان والبطاطس، الحاجه الوحيده اللي انا بشتريها وراجعه. ف كمان البازار حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها بيحصل مره في الاسبوع. احنا البازار بتاع منطقتنا بيحصل يوم الاربعاء. في كذا منطقه بتكون يوم الاربعاء يعني عادي. بس احنا وبيكون من الصبح من الساعه 9 للساعه 6 7 بس. تلحق تجيب منه الحاجه. بيكون فيه خضار حسب برضو كل منطقه، بيكون فيه خضار، ادوات مدرسيه، لبس، حاجه، كل حاجه حسب المنطقه. في مناطق بيبقى البازارات بتاعتها حلوه قوي زي مثلا بازار الفاتح وبكر كاي، اتنين حلوين قوي. احنا البازار بتاعنا مش كبير قوي يعني ما فيهوش لبس كتير. خلينا نجيب لماما الحاجه الاول بس عشان ايه نلحق نروح المكان اللي احنا رايحين نشتري منه الهدوم بتاعتنا النهارده. بس انا بحاول احارب السوشيال انكزايتي بتاعتي وان انا اصور لكم في وسط البازار بس مش قادره. هو مبدئيا في هنا طرح مثلا، في عمو ده لبس وفي عمو ادوات كهربائيه عادي جدا، وفي لبس تاني سويتشيرتس وحاجات كده هنا. وهنا مش عارفه هو دي الحته بتاعت اللبس فاهمين عادي. في هنا عمو بتاع الخيار والحاجه. في هنا عمو بتاع بيجامات ب 100 ليره كان كاتب ان البنطلون. في لبس بيكون اللي هو في سجاجيد بس. انا مش قادره. بصوا الجواكت دي والله على فكره الحاجات دي بتبقى ماركات بس عارفين اللي هو بيبقى فيها ديفو كده بس. وفي حاجات يعني مثلا في جاكيت هوريه لكم ب 500 ليره، ده مستحيل بره في المحل يكون اقل من 1000 ونص. ثانيه اوريكم. هنا بصوا جاكيت قد كده. من الحاجات الحلوه في البازار ان انت يعني لو نزلت بدري الدنيا بتبقى فاضيه، لو نزلت متاخر الدنيا بتبقى ارخص لان الناس بتبقى عايزه تخلص الحاجه بتاعتها. بس دايما بتبقى زحمه قوي لان كل الناس رجعت من الشغل. ف في واحد يعني انا بقالي 5 سنين ساكنه في المنطقه دي، فخلاص بقيت اعرف مين اجيب ايه من عند مين وكده. بس مع الوقت لازم تقعدوا تجربوا يعني في 50,000 واحد بيبيع جرجير وحاجات. جماعه السوشيال انكزايتي هتموتني مش قادره. استنوا نجيب مشروم بس الاول لماما واقول لكم. المشروم ب 120 كان في راجل تاني ورا عامله ب 150 فهنجيب انا ب 120. ثانيه واحده. بصوا انواع مشروم كتير قوي. هنا ده ب 120 وده ب 140 وده انطاليا مانتر. جبت مشروم وانا دلوقتي من عند عمو بتاع البطاطس. عندهم البطاطس نوعين زينا تحمير وطبيخ. فالتحمير اسمها كزارت ملك والتانية اسمها تشيرمه. فانا بقول له كزارت مايا. الحاجات الغريبه عمو بينادي لي البلك السمك. من الحاجات الغريبه هنا ان اوقات الفاكهه بتبقى ارخص من الطماطم والخيار، او مش اوقات هو غالبا يعني التفاح هنا ارخص من الخيار. فاعملي للولاد سلطه التفاح احسن يعني. بدنجان، تعالوا نجيب لماما بدنجان. الراجل اللي هنا ده بقاله 5 سنين كل اسبوع بيقول انا النهارده عيد ميلادي تعالوا اشتروا من عندي، كل سنه كل يوم. الجو حرفيا جهنم، بنهار. الفكره ان امبارح درجه الحراره كانت 11 دلوقتي 20. هتقولوا لي ما عشان بالنهار، امبارح بالنهار كانت 13 واحنا هنتمشى كتير يعني بجد كان لازم البس صيفي. مش قادره. هنا زنجيلي كويو دلوقتي عشان هنزل لاصحابي عند الجامعه اخدهم ونروح على اورتاكوي ناكل حاجه حلوه. وبتقول جابت ورده ب 100 ليره. الجحده ب 100 ليره. هاتي وريني الورده دي والنبي ثانيه واحده. دي ب 100 ليره، ورده ب 100 ليره. ده لو هيطلب ايدي مش هدفع 100 ليره، حرام عليك. والله ما ليها ريحه، هو انا مذكره 100 ليره جبتيها كده كده. خلاص يا جماعه عشان بس قلت اجلطكم معايا ما تجلطش لوحدي. هم هناك ورا العربيه دي بيودعوا مرام من عند الجامعه عشان ننزل تحت هنا. انا جبت بيرسينج.
ماما مش هتدخلني البيت، بس اتس فيك يعني، بس عاجبني. ماما مش راضيه تخليني اعمله، بس يمكن لما تلاقي شكله حلو عليا تخليني اعمله. ايه رايك؟ رجاصه. رايحين اورتاكوي ناكل بورس. هي زقريتك كلمة وحشة؟ لا هاي. ورانا زقريتها ما تخلينا نسهر بالليل بس. وده الباص هنا. ايه ده؟ المهم يا جماعه بصوا، ده اللي هو الفوسفور ده، بس طرف منه بس اللي باين. وهنا دي اورتاكوي كده. بصوا المنظر تحفه ازاي. ودول صحابي بيجروا عادي. بصراحه من احلى الحاجات ان الواحد يبقى بيدرس في اسطنبول، يعني بغض النظر ان الشمس ورانا وبطول ورا قوي، بس الدراسه في اسطنبول حاجه حلوه، ان انت عندك كل الاماكن دي تروحها وقت ما انت عايز. اي نعم ما بنروحهاش، حلوه قوي الفستان ده، بس كده اسطنبول حلوه. ايوه مسد. ايه ده؟ خدت الصدمة بقى، خدت الصدمة. ثانية اوريكم حاجة. هنا أول مرة أشوفه، مش عارفة إيه ده، بس هو في مرش غريب، في حاجة هنا مش عارفة هي إيه. أهداف وكذي، واحدة عايزة بيستاشيو وواحدة عايزة كراميل، وعمالين يتخانقوا. كل واحدة قررت تضحي للتانية واحنا قاعدين مستنيين. طب أنا عايزة آكل. صور بجوالي. جايز أورتاكويسكي لسه. هالمكان كتير بسكرني بسنة أولى ذاتا، مش رايكة. الأخضر كان بنائي. أنا forgot. بنائي كان شكله أصفر كده بس ما بعرف. بس oh my god I've grown so much. أنا هلأ صرت سنة رابعة. وأنا 5. واو mind blowing صح. oh my god I'm so much different. مش متى جاية؟ so much more different. متى جاية؟ أنا كنت كاديكا. هنا I have so many memories here. what the fuck. حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. سوري خلاص. طب انا على فكره المكان ده، المحل ده خدت منه الكراسه بتاعتي اللي لونها احمر، اللي بعمل فيها حاجه المسلسلات. بصوا يا جماعه المحل ده تمام من كام سنه؟ 2017 سنه كام كده؟ 4 5 6 من 7 سنين. المهم خدت منهم نوت بوك هديه لحد دلوقتي، اللي بكتب فيها كل افكار الفيديوهات بتاعتي والحاجات اللي بصورها. كنت واخداها هديه من حد هنا في المحل ده، بس فاكراها لحد دلوقتي ومعايا لحد دلوقتي. كيوت لين قوي دول. اسطنبول. ايوه اسطنبول. احنا هنا. I just realized إنه سنة أولى كنت كثير متحمسة بالجامعة. Right now I'm just miserable. I'm missing place. يعني I'm never feeling so excited about this. Well, I'm not. I'm just miserable about life. ايه الكآبة دي ليه كده؟ والله مش عارفة. أنا جيت هون واكتئبت صراحة. لا الحياة حلوة. لأنه I met لوجي هلا. زمان ما كنت بعرف لوجي صح؟ جيت هون وما كنت بعرف لوجي. بس تعالوا نتصور بقى عند ايه؟ بحب المكان ده. أنا بنت البطة السوداء. ما انت كنت واقفة بعيد. بتصوري مع أهداب ما بتصوري معي؟ أهداب بتشكي حالها. ثانية واحدة أهداب اتفضلي اشكي حالك. خلاص يلا. احنا هنركب بتاعة اسكيداي او الواحدة دي كاريكاي، عشان هننزل في كاريكاي نلاقي اخر الخط بالظبط زي ما انتم شايفين كده. جينا للباكور، عدينا الزحمة. احلى حاجة في اسطنبول، موضوع الباكور ده، ان احنا بنركب باكور طول ما احنا رايحين وجايين عادي كده. انا من القاهرة فما فيش عندنا الكلام ده، بس انا بحب كده قوي. بصوا الفيو، بصوا. اسطنبول هتوحشني بما ان خلاص ايامي بقت معدودة فيها، بس قررت ان انا اهاف فن اخر فترة. تعالي دي بس مش هنزلها النهارده. كام؟ مش فاكرة. 23 النهارده 23/10/2024 ونحن خرجنا وجبت لي نفسي وردة
أورتوكور، وأكلنا حاجات غالية قوي وطعمها وحش قوي. طعمها بيض قوي. لا هي طعمها بيض مش شتيمة، هي فعلا طعمها بيض. ونحن الآن رايحين على كودوكوي. كودوكوي هذه صاحبتك. بس احنا بنلف من جوه عشان نعرف نقعد. يا نهار زحاليق. تعالى هولا بتقول هاي جايز. يا جماعه بصوا، هنا دي القنصليه بتاعت مصر. فالاتراك متضايقين قوي ان مصر خدتها، بس اكشلي هي بتاعتنا. فهبقى احكي لكم قصتها بعدين، يعني ليها قصه طويله قوي. بس هي مبنى جامد ببيباك. بصوا هنا برج غلطة بتاع تقسيم، هنا ده بس من الشمس. وهنا دي اسكندر اسكيلسة كده. أول دراك عندنا اسكندر. أول موقف عندنا بعد ما نزلنا من أورتاكاي هو اسكندر. بس احنا رايحين كاديكاي. اسكندر كمان مش عارفة سامعيني ولا لأ، بس اسكندر كمان فيها سوق حلو قوي. بس أنا عايزة بتاع كاديكاي بالذات. ليه ما أعرفش، بس أنا عايزة كاديكاي. احنا ما وصلناش، بقالنا ساعة ما وصلناش وزهقت. ما زهقتش بس موبايلي هيفصل شحن يعني. السد ده عليه عصافير وعليه حاجات مش عارفة ده معمول ليه، بس اكيد فور ريزن يعني. بصوا شكله حلو قوي. فاينالي كاديكاي. دي محطة نقل من وانا في اولى جامعة وانا دلوقتي سنة 5 بتتعمل، مش بتخلص الحاجات دي. بس هي حاجة تراثية كبيرة قديمة يعني، مش فاكرة. كاديكاي دي منطقة جامدة جمودة بحبها. من الحاجات الغريبة اللي عايزة اقولها ان انا زمان كان عندي فوبيا من البحر والمراكب، وكنت بكرههم وبترعب منهم. في كون ان انا سباحة، كنت في فريق السباحة بتاع النادي وكنت شاطرة كمان. بس كنت بخاف من البحر لان عندي اعتقاد انه هيبلع، لان البحر غدار يعني، مش اعتقاد، هو البحر غدار وكده. لحد ما جيت اسطنبول وبقيت اركب فابورات كتير وعبارات وكده. بس هو الفكره ان انت شايفه نهايه البحر، شئتي ام ابيتي في طرف انت عينك جايباه، فبقيت اطمن. يمكن في مصر عشان البحر عندنا نهايته مش جايه بخاف منه، لكن هنا اسطنبول بيبقى البحر جاي، فما ببقاش خايفه. مصر بخاف ان انا اركب مركب او كده. حتى فلوكة النيل كنت بخاف اركبها، بس حاليا اتس اوكي. لا فلوكة النيل خلاص يعني بقيتش خايفه. هنا الناس بتوع الورد عند الفابور اسكيلسة. كيوت قوي الحاجات اللي هي الوان الطيف دي. هلا هنا كده بصوا، هنا الفابور تمام، وبعدين ننزل نلاقي الورد ده هنا كده كيوت. بصوا احنا هنا في كاديكاي. هنا كده بقى في ايه، تمثال على شكل طور كده. هو من هنا ده الميدان بتاعه، وبعدين في ايه الشارع بيطلع لفوق من هنا كده مع الترام. ده اللي احنا هنطلعه. وفي المحلات بقى في يمين وفي شمال، وفي محلات فساتين كتيره قوي ومحلات ذهب وفساتين افراح. بس وفي متروبوس يعني. بص لما تمثال اهو، لما ننزل لتحت تحت كده في متروبوس، نطلع لفوق في ترام. ف امشوا خلاص يلا. عايز جملة مفيدة، قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. احنا وصلنا للمكان اللي احنا عايزينه. في المحل ده اللي هو بيبيع البيتزا بالسلايس. بصوا محلات اكسسوارز وجزم. احنا جايين في روكسي هنا. بصوا لقينا الميداليات دي. بصوا كيوت ازاي. بصوا ثانيه واحده، فين اللي انا عجبتني؟ انا جبت دي. بصوا، وفي عجبنا دول بسيط تمام. بعدين عندهم حاجات اللي هي الشي ان والحاجات دي. بصوا الماركرز. طبعا الحاجات كلها بتاعت شي ان والحاجات دي. بصوا كيوت يا جماعه. بصوا احنا لقينا محل كل حاجه فيه اتش ار بير ده، يعني خد 3 وادفع 1. يعني انا هدفع 1. اصلا الواحد من دول اصلا 70 ليره، فبقى الواحد واقف ب20. كل حاجه حرفيا، حتى الصوابين، الشامبوهات. طبعا هي في الاغلب
هيت اكسباير، بس وزي المحل كله بقى هيت اكسباير فمش عارفه، بس نايسه. وعندهم حاجات فيس كريم سان بلوكس دكتور كانك. Her şeyde 3 al 1 öde buyurun. ثانيه واحده عشان انا جالي بجد فضول. الاكسبايري فين؟ الاكسبايري لسه عليها 11/2025، يعني لسه بدري، يعني الحاجه مش هتكسباير. طب كويس في السليم. بتقول عماله تدور على بتاع كده، او مش بتدور، عايز تجيب بتاع اللي بزعرورتين بتاع الشنطه حلوه قوي. بصوا الخضره دي 1150 عامه، حلوه شكلها هاي كوبي، بس يعني من الشارع برضه، ستيل من الشارع. 1150 من الشارع almost. سو جايز مش لاقيه لا البنطلون ولا شنطه عجباني، والحاجه كلها مشلحه من كل حته، يعني مفيش لفظ احسن من كده. المهم يا جماعه جينا الشارع اللي احنا اصلا جايين له. تيجوا عند تافوك دنياسه هنا، بصوا عند الهيكل هنا، تيجوا تافوك دنياسه وتخشوا الشارع ده اسمه تشيلاك سوكاك، شارع الفراوله. هتلاقيه بقى ايه كله الهدوم، الحاجه كلها طبعا النكليت والكارت نفس السعر، في حاجات بتبقى اغلى. تلاقوا في حاجات كتيره قوي ومحلات كتيره قوي كده هنا. وبصوا يعني تعالوا نشوف مثلا سعر البتاع ده بره بكام بالعادي. يخ اظن خطرني سرعني. المهم يعني مثلا بصوا ده ب 550، بس هو في العادي هيبقى ب 800,000 مثلا، فاهمين؟ سويت شيرت زي ده 350. زارا عامة دي بتبقى حاجات بجد زارا، مش فيك، لا زارا بجد، بس اللي هو فيها ديفو او كده متبقيش عارفة هو فين كده، بس لونه حلو قوي. يعني بصوا ده مثلا مافي، اوكي، واصلي مافي بجد بالتيكت بتاعه 899، بس هما بيبيعوه 500 هكذا. احنا جينا كلنا دلوقتي من مكان اسمه صالون برجر، اول مره نجربه، كنا معديين من جنبه بالصدفه. مبدئيا احب اقول ان الساندوتش مبدئيا اللحمه هو كفته مش لحمه مشوي على الفحم، فحلو قوي. والفراخ بتاعته هو احنا جبنا منيو كده عباره عن ساندوتش فراخ وساندوتش لحمه، اسمها تيركواز منيو، 145 ليره. بالنسبه لمصر ممكن تبقى غاليه، بس احنا هنا الوجبه بتاعت البرجر بتاعتنا اصلا ب 250، فهي طعمها زي طعم المحل بتاع المقاطعه الوحش اللي بيدعم الناس الوحشه. والبطاطس بتاعتهم كمان نفس البطاطس بتاعتهم، ف I give them good point. ابو جربوه، انا اول مره اجربه بس ان شاء الله مش اخر مره. قعدنا على قهوه نشرب شاي، ندي غطيش شاي دي. قعدنا هنا وبيعملوا بقى ايه، طلع كتير بالعيدي. بتقول طالعه حبله، فهنعيد الفيديو ان احنا هقول لها تغطي وشها عشان الشاي. هنا اهو عمو بس بيجيب لنا شاي يلا. بس انا مش عايزه اشرب شاي عشان الجو برد اصلا، مش قادره. بس شايتم الراجل ده جنب بتاع الشاي هنا اسمه ده ديبهاني الكسيون كاليتي. عمو ده كيوت قوي بجد، هيلبفul قوي. وكنا بنجيب سماعات من عنده، بتقول جابت سماعه كده من اللي هم فوق دول، كانوا حلوين قوي. وبعدين ادانا هدايا دولت بتوع السماعات، وعمل لنا ده هو كتر خيره، يعني هو بياع شاطر وذوقه محترم، وكان عايز يجيب لنا شاي ويدينا من الاكل اللي بياكلوه عشان هم كانوا بياكلوا يعني. ف سو كيوت. ابقوا لو جيتوا كادي كاي تعالوا عند عمو ده. لا مش ده جيبهاني ده كيوت. عمر ابلكاشه معانا. المهم يا جماعه احنا يومنا خلص، واحنا خلصنا وشحننا خلص، والمحلات كلها قفلت، وما لحقتش اجيب حاجه غير شنطه وجبتها كده عارفه عشان احلل ان انا نزلت، وليب لاينر وحلقان وسلاسل. بس انا جاي اجيب بنطلون جينز وبلوفرز، ما جبتش ولا حاجه منهم، بس هاجي تاني يعني. ونبقى نعمل لكم بقى ايه نمبر 2 بارت 2 ikinci bölüm. بصوا هنا في كمان فساتين افراح. بس رايحين احنا للمتروبوس دلوقتي وخلاص مش قادره. لماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب